كنت بقرا كتاب الدكتور زكي نجيب محمود، ففي نص الكتاب كده استوقفت في احد سطور اول فصل من فصول الكتاب، بيشكر فيها في فيلسوفيين او اتنين فيلسوف يعني، رينيه ديكارت وفرانسيس بيكون. بيقول لك ان الاتنين دول مسكوا العقل الاوروبي بمطرقه وهوب ضربوا بيها عقول كل الناس الاوروبيين ساعتها. يعني نقدوا نقد لاذع الثقافه الاوروبيه، وهم سبب تطور اوروبا لحد حاليا، اللي احنا شايفينها حاليا بشكل عام. جميل. بس انا رجعت يعني السيره الذاتيه بتاعت رينيه ديكارت، فلقيت ان رينيه ديكارت بشكل عام هو فيلسوف الشك. بيشك في اي حاجه، اي معلومه مهما تكن المعلومه دي راسخه بيشك فيها. جميل. وانا هنا حطيت سؤال فلسفي واحاول اجاوب عليه باذن الله. السؤال بيقول لك الاتي، بيقول لك: هل المخ، او هل آه يعني هل الشك بينمي المخ والعقل؟ يعني هل الشك بينمي العقل ولا بيدمره؟ ده سؤال مهم جدا. هل الشك، والسؤال ده مطروح او انا بطرحه على كل الفلاسفه الموجودين في ارض الواقع حاليا، او مفكرين بشكل عام وصناع المحتوى، لو حبوا يجاوبوني الاجابه دي، لو حبوا يدلوا دلواهم يجاوبوا اجابه زي كده، يا ريت يعني. فالمهم، هل السؤال الفلسفي اللي انا طرحه دلوقتي: هل الشك ينمي العقل ام يدمره؟ وجهة نظري، الشك لو كان في محله هينمي العقل. يعني ايه الكلام ده؟ الشك مثلا لو كان في كل الامور اللي بتحصل حواليك، من معلومات، من اخبار، من حاجات معقولة، يعني كل مصادر المعرفة، سواء كان الخبر او العقل او النقل او بشكل عام ال ال بشكل عام مصادر المعرفة كلها، ايا تكن مصادر المعرفة دي، لو كانت فيها شك فده هينمي العقل جدا، انك تشك في كل معلومه تجيلك، ميبقاش عندك ثوابت ورواسخ وهكذا، باستثناء فقط ال آه، الثوابت المنطقيه. يعني ايه الثوابت المنطقيه؟ انا هنا بكلمش على الدين، بكلم بشكل عام. قد يكون الدين بسبب خلاف الناس فيه وكده، يقول لك لا، قد يكون ده مش من الثوابت المنطقيه من الاساس، فممكن تشك فيه براحتك. لكن بتكلم في بره اطار الدين، لان الموضوع ده خلافي ومليان خلافات. بره اطار الدين انت تشك مثلا في المعلومات اللي جايه لك. يعني ايه مثلا؟ والله واحد صاحبك قال لك معلومه معينه، شك فيها، قد تكون المعلومه دي غلط، قد تكون وجهه نظره دي غلط، وهكذا. مثلا تشك في القواعد العلميه. شوف درجه الشك وصل لايه، انك بتنقد العلم نفسه. العلم بيقول لك مثلا، علم النفس بيقول لك مثلا: والله الوجود وسط الاصدقاء ينمي عندك السعاده والراحه النفسيه. انا المعلومه دي شكيت فيها، قلت لا، انا وجودي لوحدي افضل بكتير من وجودي وسط اصدقاء مثلا، على سبيل المثال. ونقدت الفكره دي، وبالتالي عملت تجربه شخصيه، تجربه على ارض الواقع، ونجحت معايا. اذا العلم مش قران، العلم مش قران. حتى القران نفسه قد يكون في اختلاف بين الناس وبين بعضها في مختلف مجالاتهم بشكل عام، وفي مختلف عقائدهم وايديولوجياتهم وهكذا. جميل. يعني كل واحد بينظر اليه من جهه معينه، و بيفسر النص ده من وجهه نظره، وهكذا. طيب، وبالتالي خلاصة القول: الشك ينمي العقل، لكن الشك في الثوابت المنطقية بيهدم العقل، وبيخلي الشخص يتحول من شخص عاقل إلى شخص مجنون. دي وجهة نظري. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا ما تقوليش مثلا إن أنا مثلا أهو قلم أهو قدامي، القلم ده وقع على الأرض، أو وقع على الترابيزة مثلا يعني. هتقولي ده، أقول لك ده بقوة الجاذبية. هتقولي طب ماشي، إيه دليل إن قوة الجاذبية موجودة؟ ما عندك القلم أهو وقع، القلم وقع على الأرض أو وقع على الترابيزة. هيقولوا لك لا، انا شاكك ان في قوه، انا شاكك ان مفيش قوه جاذبيه في الارض، على سطح من سطح الارض. هقول لك لا، انت كده شكك، ده جنون، ده مش شك، ده جنون، ده هبل. يعني دي ثوابت منطقيه لا خلاف فيها، واللي يشذ عنها الشخص يعتبر في الاخر شخص مجنون، مش شخص عاقل ابدا. دي نقطه مهمه جدا. طيب، وبالتالي وبالتالي الشك ينمي العقل 100%. وانا خدت الموضوع ده، يعني الكلام ده انا استنبطته من خلال ان رينيه ديكارت الفيلسوف الفرنسي هو ابو الشك بشكل عام، بيشك في اي حاجه، وانا بتبع نهج افكاره بنفس الطريقه.
اي معلومه تخش لي بشك فيها الاول، هل هي صح هل هي غلط وهكذا. وفي الاخر نتيجه الشك دي، نتيجه الشك سواء كان بتدعم الفكره او بتنقضها او او بتعاديها او بتنفيها، الشك ده بشكل عام مفيد جدا للعقل وبينمي الشخصيه كمان. يعني شخصيه الانسان نفسه، الانسان اللي عنده بيبقى عنده كاريزما وشخصيه مختلف عن غيره، مش ماشي ورا القطيع، مش ماشي ورا اغلب الناس. اغلب الناس بيقولوا كذا فانا همشي وراهم. الفكره دي غلط تماما. بشكل عام انا يعني فيلسوف رينيه ديكارت ليه فكره معينه بيقول لك فيها انا افكر اذا انا موجود. انا بقول لك انا اشك اذا انا موجود. طب ليه الكلام ده؟ ليه انا اشك اذا انا موجود؟ لان الشك ده بيظهرك على الساحه وبيطفوك، بيخليك تطفو على السطح، بيخليك مميز عن غيرك، وده بيخلق الوجود بتاعك بشكل عام.